جد صممه مع اجتماع وفود في موسكو. صربيا تضع قواتها في حالة تأهب بعد عملية لشرطة كوسوفو. بعد عملية من 27 وحتى 31 من مايو الجاري في كينيا. وقال السفير بيان روسوم في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع المنعقد تحت شعار الابتكار من أجل نوعية حياة أفضل داخل المدن والمجتمعات المحلية إن تغير الهام المدن من العوامل التي سارعت في تدفق الإنسان إلى المدن. وقال السفير بيان إن أغلب سكان إفريقيا يعيشون في الأرياف، وإن إريتريا أيضا يعيش أغلب سكانها في الريف، وتقوم الحكومة الإريترية بجهود حثيثة لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في الريف وضمان الفرص المتساوية للحد من النزوح إلى المدن. وأوضح السفير بيان روسوم ثقة الحكومة الإريترية لاستشراف الاجتماع والمؤشرات المستقبلية واعتماد معايير وسياسات توجه تخطيط وتدبير وحكامة المدن والمجتمعات المحلية. دعا مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط المدارس لوضع جدول زمني للامتحانات بموجب التغييرات التي أجراها في أوقات الامتحانات. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي هبتجابر إن المدارس تضع برامجها التعليمية قبل 3 أشهر من بدء الوطنية للمرحلة المتوسطة من نهاية شهر مايو إلى الأسبوع الثاني من شهر يونيو، وإضافة التربية الوطنية كمادة خامسة. وأشار إلى إجراء الامتحانات المنتظمة من 3 وحتى 8 من يونيو من الصف الأول وحتى الصف 11 حسب الجدول الزمني الموضوع للامتحانات، ولأن امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة ستجري من 13 وحتى 15 من يونيو، فإن الطلاب يجرون الاختبارات من 27 وحتى 30 من مايو. وذكر بأن بعض مدارس الإقليم الأوسط التي يبلغ عددها 343 مدرسة قد بدأ بها 300 تصحيح الخطأ سريعا، داعيا جميع المدارس للتقيد بالتعليمات الصادرة. وأوضح الأستاذ بلاي أن يوم السبت الأول من يونيو سيشهد اختتام فعاليات الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط باستاد أسمرة، ويكون يوم 30 من يوم السبت الأول العام الدراسي. أحيا الإريتريون المقيمون في مدن واشنطن وسياتل ولوس أنجلس وكولومبوس ودالاس وشيكاغو وغيرها من المدن الأمريكية أحيوا ذكرى الاستقلال 28 بحفاوة كبيرة. من استقلال 28 ثقافية وأزياء تقليدية وبرامج فنية وثقافية بمشاركة الآلاف من الإريتريين. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان جبرهوت كلمة أوضح فيها أن الشعب الإريتري الذي صمد لنيل الحرية وحماية السيادة سيعيد الصمود الآن أيضا في الإعمار الوطني وإنجاح البرامج التنموية. وعبر عن تهنئته للشعب والحكومة وقوات الدفاع الباسلة بهذه المناسبة الجليلة. كما احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا في 25 من مايو الجاري بالذكرى 28 ببرامج رائعة استهدفت الأطفال وأسرهم. في غضون ذلك نظم الآلاف من الإريتريون المقيمون في مدن الجنوب الغربي الأمريكية كمدينتي لوس أنجلس ولاس فيغاس احتفالاتهم بالمناسبة في الفترة من 22 وحتى 26 من مايو الجاري. وأوضحت المعلومات الواردة بأن الاحتفال الذي نظم في مدينة لوس أنجلس حافل ببرامج فنية وثقافية وأزياء تراثية للقوميات الإريترية وفقرات ترفيهية رائعة وممتعة أعدت عبر شباب حدري.
وفي الاحتفال الراقي الذي نظم في 25 من مايو الجاري في أوهايو بكولومبوس، قدمت فرقة شباب حدري برامج تعكس حبهم وترابطهم بوطنهم وفقرات أخرى مثل الرقصات الشعبية. العائدة الأسترالية بالذكرى 28 من مايو الأغر بتنظيم برامج رائعة. يقوم سكان قرى عد صقار وسمومو وميلافو وعد عخيلو بمديرية عد خالة بأنشطة نفير في سد سمومو. وأوضح عضو مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الجنوبي السيد إسياس فسهاي أن النفير يجري لإصلاح مساقط المياه، ويجري العمل لتربية الأسماك في السد والاستفادة منه في الغذاء. وأشار المهندس عقبة ميكائيل جبر قرقيس من وزارة الزراعة في المديرية إلى بناء المدرجات في النفير الذي تشرف عليه وزارة الثروة البحرية. و20,000 نقفة لإعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. صندوق أمانة الشهداء والجالية الإريترية في دار مشتات الألمانية ب3,000 يورو لإعالة أسر الشهداء. والإريتريون في توبنغان 20 أسرة شهيد تبرعوا ب2,300 يورو لإعالة 4 أسر شهداء. وتبرعت أسرة المرحوم قبره هو بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن العنف في شمال غربي نيجيريا أجبر نحو 20,000 شخص على النزوح إلى النيجر المجاورة منذ أبريل الماضي. وعبرت المفوضية عن مخاوفها بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في الدولة الواقعة في غربي أفريقيا، حيث تنتشر الشرطة والجيش للتصدي للعصابات الإجرامية التي تقف وراء موجة قتل وخطف. وقوات الأمن مستنزفة بالفعل في التصدي لتمرد بوكو حرام المستمر منذ 10 سنوات في الشمال الشرقي. فاز بفترة ثانية في انتخابات فبراير على وعد بتحسين الأمن. ويعصف قطع الطرق بشمال غربي البلاد منذ معها، بيد أن موجة خطف وقتل في الآونة الأخيرة بالمنطقة سلطت الأنظار على تلك المشكلة. اجتمع وفد من حركة طالبان مع مجموعة من كبار السياسيين الأفغان في موسكو، وأكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد حتى يتسنى التوصل لاتفاق سلام، وذلك وسط تضافر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما. واجتمع الوفد الذي يرأسه الملا بردان ينافسون الرئيس أشرف غني في الانتخابات الرئاسية هذا العام. وقال محمد كريم خليلي رئيس المجلس الأعلى للسلام وهو الهدف، وقال هدفهم في القتال كل يوم، وإن الإجرام لوضع نهاية لإراقة الدماء. ويجري مسؤولو طالبان محادثات مع دبلوماسيين أمريكيين منذ شهور بشأن شروط انسحاب أكثر من 23,000 جندي من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، وتوصلوا إلى مسودة اتفاق على بعض القضايا، لكن لا مسودة اتفاق من العقبات. وضعت صربيا قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى بعد أن كثفت الشرطة في كوسوفو المجاورة عملية لمكافحة التهريب في شمال كوسوفو الذي تغطنه أغلبية صربية. وأشعلت العمل تغطنه أغلبية
محاولة من السلطات في بريشتينا للسيطرة على الأجزاء الشمالية من كوسوفو المتاخمة لصربيا. وذكرت الشرطة في كوسوفو أنها ألقت القبض على عشرات الضباط بعضهم من أصل صربي في اتهامات بتهريب بضائع إلى البلاد. وفي كلمة عاجلة إلى البرلمان قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتشا إن بلغراد ستسعى إلى الحفاظ على السلم والاستقرار، لكنها في الوقت نفسه الحفاظ على السلم و3000 طن من نفايات البلاستيك إلى البلدان التي أتت منها لتصبح أحدث دولة آسيوية ترفض نفايات الدول بعدما حظرت الصين الواردات من هذه النفايات، مما عطل تدفق ما يزيد عن 7 ملايين طن من نفايات البلاستيك سنويا. وقالت وزيرة الطاقة والتكنولوجيا سنويا نحو 180 دولة الشهر الجاري على تعديل اتفاقية بازل بخصوص التجارة في نفايات البلاستيك والتخلص منها، لتصبح التجارة العالمية في نفايات البلاستيك أكثر شفافية وأفضل من الناحية التنظيمية. ولم توقع الولايات المتحدة أكبر مصدر لنفايات البلاستيك في العالم على الاتفاقية المبرمة قبل 30 عاما. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله، ده شنو ده؟ سمير ها؟ شنو يا يما؟ ان شاء الله خير. تعال كدي. ان شاء الله يما، ان شاء الله. طبعا تقول لي يا صفي، علمناك ودرسناك واكلناك وشربناك، اسمعني تاني مرة اوعى بشوفه في يدك. معلش بس ان شاء الله ما تشوفيه بعد ده. يلا امشي ذاكر دروسك.